أكثر شيء يعز علينا الذكريات، خلونا نشوف علاقة الذكريات بالديكور، خلكم معي. مرحبا، أنا أنفال العبيدلي مالكة شركة أستيتيك ديزاين لتصميم الديكورات الداخلية. متابعتكم لفيديوهاتي راح يساعدكم على حل مشكلاتكم في التصميم الداخلي، وأنا أضمن لكم أنكم توصلون لأفضل نتيجة ممكنة. أبي أشرح شوية عن الديكور، شلون إحنا قمنا نعيش ببرود داخل بيوتنا، تحسون إن البيت بارد، تحسون البيت ممل، دايما نبي نطلع، مالنا خلق. هذا شنو اللي قاعد يسببه؟ بغض النظر عن الظروف اللي إحنا نمر فيها، ولكن الديكور له علاقة، لأن إحنا في أغلب الأحيان صرنا نعيش الحاضر ونفكر بالمستقبل، مع أن الماضي هو اللي دايما مرتبط فينا، لأن ماضينا مرتبط بصور وأصوات وأشخاص ومشاعر. هذا كله المفروض نعيشه بلحظة بلحظة داخل بيوتنا. خلوني أقول لكم أن الديكور مهم أنه يجمع ذكرياتنا داخل مساحاتنا، وهذا الشيء يبرز عندنا في المودرن هيريتج. مودرن هيريتج نوع من أنواع الستايلات اللي دارجة الحين في 2026. مودرن هيريتج أسلوب حياة داخل البيت يجمعكم بالماضي، فيصير البيت عميق ودافي أكثر. حتى لو كان البيت جديد بالكامل تقدرون تطبقون هذا الستايل بالطرق اللي أنا راح أعلمكم إياها. خلكم معي لنهاية الفيديو وراح تعرفون شلون. الفكرة الأساسية عندي هني لما أدمج بين الحياة العصرية وبين ذكريات الماضي، بمعنى أنه هو ستايل يجمع ما بين التفاصيل المعمارية التراثية، بنفس الوقت الخامات الطبيعية الفخمة، بنفس الوقت الأثاث اللي شكله متجمع مع الوقت، وكأن إحنا قاعد نسوي كولكشن داخل البيت. طبعا ما نستغنى عن الراحة العصرية اللي إحنا عايشينها. الهدف الأساسي إنه مو نرجع البيت لبساطة الماضي بحيث إن إحنا نفقد رفاهية العصر الحالي. الهدف الأساسي إن البيت يكون في عمق شخصية ودفء وحنين للماضي، لأن البيوت الحديثة صارت وايد عملية ومرتبة وألوانها بين البيجي والرمادي، وهذا الشيء قاعد يسبب برود داخل المنزل. وبالمقابل راح نلقى الناس تعبت من المينيمال ديزاين والاندستريال ديزاين، صارت أغلب البيوت تشبه بعضها. لا تنسون أن السوق بضاعته واحدة، كل ما نشتري شيء راح نلقى نفس الشيء عند البيت الثاني والثالث والرابع. خلونا نكون مميزين داخل بيوتنا عن طريق المودرن هيريتج. أساس مودرن هيريتج ستايل يبلش بالمعمار، مثل الفريمات الجدارية، الأبواب الكلاسيكية، الخزائن المدمجة. هالتفاصيل تعطي عمق بصري وتعطي مجال حق الظل إنه يتكون داخل المساحة بشكل جميل، ولأن الظل راح يدخل بهالطريقة راح يعطينا إحساس بالدفء. النوافذ والأبواب أو الدرايش مثل ما احنا نقول بالكويتي، والأبواب إذا سويتوها أو نفذتوها بالمخطط المعماري راح يعكس جماليته داخل البيت. المدفأة من أهم الشغلات اللي تكون موجودة بستايل مودرن هيريتج، إذا قدرتوا تأسسونها أثناء تخطيطكم المعماري راح يكون جدا ممتاز. ولكن إذا ما قدرتوا تقدرون تستخدمون ديكور المدفأة، مجرد ديكور ينحط على الحوائط ويكون شكله جميل ويعطيكم فايب ستايل مودرن هيريتج. أنا أفضل المدفأة الديكور لما تحطونها على الحوائط تكون من عدة خامات، خصوصا الخشب. يفضل أن يكون الخشب لونه بني غامق واخروا عن الخشبي الفاتح، ويفضل أن تدخلون معه عدة خامات مثل الرخام أو الحجر. ولكن إذا سكنتوا داخل مكان أجار وشكله مودرن، شلون تتصرفون في هذه الطريقة؟ تقدرون بهالحالة تختصرون على نفسكم وتحطون أقواس على أبواب الممرات، فبهالطريقة أنتوا صنعتوا جمالية المودرن هيريتج داخل مساحاتكم الداخلية. شنو أهم الخامات اللي ممكن إحنا نستخدمها بالأثاث؟ عندنا خشب طبيعي، رخام، كتان، صوف، نحاس. الأفضل اختياركم حق السجاد يكون سجاد يدوي. الألوان خلكم جريئين بالألوان، أنا أفضل أن أنتم تختارون الألوان العميقة الهادية، حتى لو كانت ترابية تميلون للدرجات الداكنة. مثلا عندكم أخضر معتق، أزرق معتق، عنابي داكن، حتى الأسود تقدرون تستفيدون منه داخل مودرن هيريتج، يعطي فخامة ما تتخيلونها. أهم نقطة لازم تركزون عليها بطريقة شراء الأثاث أو الإكسسوارات ستايل مودرن هيريتج، إن تبين القطع متجمعة من سنين. بمعنى مو كل شيء نشتري طقم، مو كل شيء نشتري يشبه بعضه، تقدرون تختارون قطع مميزة وتركبونها كلها على بعض، مع الحرص إنه يكون عندكم قطعة هي الفوكال بوينت، هي اللي تكون مميزة وهي اللي تتكلم داخل المساحة. إن إذا شريتوا نفس الشيء راح تحسون إن أنتوا كأنكم داخلين محل من محلات الأثاث، ولا الستايل راح
راح يقدر يقدم لكم روح للمكان. فالأفضل تاخذون أثاثكم كتجميع كله يمشي على بعضه. خلوني الحين أبسط لكم الفكرة. لو كان أثاثكم الأساسي حديث مودرن أو سيمبل، خلونا نقول مثلا الصوفة، لو كانت الصوفة بهالطريقة وايد سيمبل وايد عادية وايد مينيمال، شلون ممكن نحول هذه الصوفة إلى ستايل مودرن هيريتج؟ ممكن نحول طوفة عن طريق البانلينج، نحط وودن بانلز على الطوفة فيعطينا شكل قديم وفوقه ورق جدران. بهالطريقة احنا طلعنا الستايل المودرن هيريتج. كوشنز ممكن نستخدمهم بعدة خامات بحيث ان هذه الخامات تحاكي الفترة القديمة او الماضية. الاكسسوارات على الكوفي تيبل تقدرون تحطون اكسسوارات تمثل مودرن هيريتج وتحطون ذكريات. السايد تيبل تقدرون تحطون مجموعة من صوركم القديمة، تحطون تيبل لامب شكلها كلاسيكي، ممكن تضيفون بعض اللوحات الكلاسيكية او بعض الصور اللي تجمع ذكرياتكم. آخر شيء أحب أقول لكم إياه، من وين تحصلون هذا النوع من الأثاث والإكسسوارات؟ تقدرون تحصلونها محلات السكند هاند اللي هي محلات المستعملة، أو محلات بيع الأنتيكات، أو حتى مثلا الفرايداي ماركت راح تحصلون قطع وايد جميلة. تقدرون تاخذون القطع، تقدرون تغيرون على شكلها، تصبغونها أو تجددون فيها، وممكن تسوون قطع بإيدكم. يعني خلاصة الموضوع راح تحطون أثاثكم العادي اللي تشترونه من المحلات المعروفة، وهو الأثاث البسيط المودرن، وتضيفون عليه إضافات جميلة مثل هذه الصور اللي قاعدة أوريكم إياها بالفيديو. أنا سويت هالشي داخل بيتي وأنا جدا سعيدة بالنتيجة، وانتظروني في الفيديوهات القادمة راح أسوي لكم ليفينج روم تور وأوريكم بالضبط شلون دمجت بين المودرن مع الهيريتج ستايل. وهذا كان فيديو اليوم، أتمنى أن عجبكم وكان بسيط ومفهوم. وإذا حابين تشوفون الستايلات اللي ذكرتها بالفيديوهات السابقة تقدرون تشوفونهم صندوق الوصف. باي.